يا مساء النور والسرور على كل المتابعين ايمي والعائلة يوتيوب، وكمان متابعين ومشاهدين ايمي والعائلة فيسبوك. النهارده بقى الفيديو بتاعنا حاجة كده اللهم بارك، جلاش فاخر ومن الآخر. يعني الصينية هتعمليها وبجد كده حشوة جميلة جدا وممتازة جدا والطعم خرافة. يلا بينا بقى كده نشوف الفيديو بتاعي النهارده اتعمل ازاي. يلا بينا. بس يا ريت كده ليا رجاء بسيط صغير منكم، يا ريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك ولايك وكومنت كده وشير للفيديو عشان بجد الفيديو يستاهل يا جماعة. يلا كده عشان نشوف طريقة الجلاش بتاعنا والصوص الجميل اللي نازل كده مغرق الجلاش وحاجة كده. واو، عايزة اقول لكم طعمه احلى بكتير من الجاهز. يلا اعملي الجلاش بالطريقة دي ومش هتندمي، وهيكون دي الطريقة المعتمدة، او هيكون ده الطريقة المعتمدة ليكي بإذن الله. فلايك وشير ومتابعة كده للفيديو ومتابعة للقناة عشان القناة تكبر وتكتر بيكم بإذن الله. بحبكم كتير كتير. يلا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف الجلاش بتاعنا الجميل وازاي خلينا اللون كده والحشوة هتكون ايه. كل ده هنعرفه بمتابعة الفيديو. فلايك وشير للفيديو ومتابعة كده للصفحة، صفحتي ايمي والعائلة فيسبوك وقناتي ايمي والعائلة يوتيوب. اتمنى كده ان انتوا تشرفوني وتنوروني وعلى طول تكونوا عاملين دعم لقناتي. يلا نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف الجلاش بتاعنا اتعمل ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ أول كده الفيديو بتاعنا بلف الجلاش من عندنا. يلا طلعي كده لفة الجلاش اللي عندك في الفريزر، مستخبية كده ولا كده، فطلعيها اعملي بها الوصفة دي بجد هتعجبك جدا. ونشوف كده بالمرة الحشوة بتاعتنا الجميلة دي ازاي. يلا بينا نبدأ. اول حاجة كده هنشوف معانا هنا كنافة متحمرة، يعني نص كيلو كنافة. حمريه كويس كده في الفرن بقى على عين البوتاجاز زي ما انت عايزة. بصي الافضل والاحسن بقى حمريها في الفرن، ولو انت بتنسي خليها على عين البوتاجاز تبقى قدامك يعني عشان ما تنحرقش منك. بس هي في الفرن بحس ان هي بتديني نتيجة احسن. فانا صراحة انا حمرتها في الفرن بس كانت عيني عليها بقى كده، وكل شوية بقلبها لحد ما ادتني اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. نزلنا عليها بقى بمعلقتين من المكسرات السوداني او المكسرات اللي متاحة عندك. انا هنا كان متوفر عندي سوداني فضفت لها معلقتين كبار من السوداني. وعندي هنا بقى 3 معالق كبار من المهلبية، مهلبية بقى برتقان مهلبية لبن اللي موجود عندك. انا هنا برضو استخدمت مهلبية البرتقان بالجزر. فقلبتها خلاص والحشوة بقت معانا تمام التمام. يبقى الحشوة بتاعتنا عبارة عن ايه؟ عن كنافة متحمرة وعليها المكسرات بتاعتنا وعليها كمان معلقتين 3 من المهلبية. هنجيب كده بقى الجلاش بتاعنا وندهنه كويس. نفرد بقى كل راق او كل ورقة وندهنها كويس دهنة حلوة كده بالسمنة بتاعتنا. وهنبتدي ان احنا نحشي الجلاش بتاعنا بالحشوة بتاعتنا الجميلة دي. عايزة اقول لكم الحشوة خطيرة بجد طعمها تحفة. ونبتدي بقى نلف الرولات بقى اللي هي بتاعة الجلاش بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. اعمل لكم كمان واحدة، نعمل كمان واحدة. بصوا بقى جبنا كمان ورقة من الجلاش فردناها زي ما انتوا شايفين، وطبعا هنديها دهنة كده من السمنة وعليها كمان ورقة. ونبتدي برضو كمان نظبط كده الورقتين بتوعنا على بعض وندهنها كمان بالسمنة زي ما الفيديو موضح لكم بالظبط كده. وهناخد بقى الكمية المناسبة من الحشوة بتاعتنا الجميلة التحفة. عايزة اقول لكم كده صينية جلاش كانت ايه، كانت فاخر بجد ومن الاخر، وكانت حاجة كده اللهم بارك، كانت احلى بكتير من الجاهز. وهنلفها بقى رولات زي ما احنا شايفين كده لحد ما نخلص بقى كل الكمية. هعمل معاكم كمان واحدة عشان زيادة تأكيد للي ما خدش باله من اللفة ياخد كويس جدا. انا هنا بستخدم ورقتين 2 بس من الجلاش.
دفينا بقى الجلاش بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده، وهتكملي بقى بقية الكمية كلها، ونجيب كل رولين مع بعض ونحطهم كده جنب بعض، ونقطعها بقى بالحجم اللي احنا عايزينه. انا شايفة ان الحجم ده مناسب جدا، انا هقطعها بقى بالحجم ده. الطريقة دي في التقطيع بتخليلك صوابع الجلاش كلها قد بعضها. شايفين؟ اللهم بارك كده، الرقات كويسة والحشوة برضو خطيرة. اتمنى كده ان انتوا تعملوا حشوة الجلاش دي، وتعملوا صينية الجلاش الجميلة دي بالطريقة دي، هتعجبكم جدا. خلصنا بقى الصينية ورصيناها زي ما احنا شايفين. هنبتدي ان احنا كده بالفرشة بتاعتنا الجميلة دي، وهندهنها كده دهنة بسيطة بالسمنة. دهنا الجلاش بتاعنا بالسمنة، ندخله بقى على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني لحد ما ياخد معانا التوريق او اللون الجميل اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو. بصي بقى، لقيت الجلاش بتاعك اتحمر من تحت وما خدتش اللون، بتولعي لها الشوايه حاجات بسيطه كده، تبتدي ان هي تاخد معاكي لون كلها كل الجلاش. بس اهم حاجه تكوني دهنه الجلاش كويس جدا، عشان دهان الجلاش هو اللي هيديك اللون التحفه اللي احنا شفناه في اول الفيديو. خلاص الجلاش بتاعنا استوى، خد حوالي من ربع ساعه لتلت ساعه. على درجه حراره قلنا 180 في الرف الوسطاني. هيطلع بقى الجلاش بتاعنا كده من الفرن وهو سخن على طول. الشراب بتاعنا بارد او السيرب بتاعنا بارد، نسقيه على طول بالسيرب بتاعنا. والسيرب كوبايتين من السكر عليهم كوباية ونص من المية وعصرة ليمونة وباكو فانيليا. نسيبهم ان هم يغلوا كده. وانا بحب قوي ان الجلاش يكون السيرب بتاعه ولو خفيف ولو تقيل، يكون وسط كده عشان الجلاش بتاعنا يفضل مقرمش وحلو زي ما انتوا شايفين كده. اللهم بارك، الصينية كان شكلها تحفة وطعمها جميل جدا. اللي عملوا الجلاش بالطريقة دي. وبكده يكون الفيديو بتاعي خلاص انتهى. اسيبكم على خير واشوفكم خير بإذن الله في فيديو قادم. سلام.